نحن أمام أقوى مباراة في دوري أبطال هذا الموسم، باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ. مباراة لا تقبل القسمة على اثنين في ملعب باريس الليلة. الأجواء ستكون نارية. باريس سان جيرمان يدخل المباراة وهو يريد فرض الهيمنة الأوروبية بعد المستوى القوي هذا الموسم، بينما بايرن ميونخ يأتي بخبرة كبيرة جدا في دوري أبطال أوروبا ولا يخاف من أي ملعب في العالم مهما كان. باريس سان جيرمان يعتمد على السرعة الكبيرة في التحولات المرتدة والهجوم والضغط العالي مع اللعب في ملعبه بين جماهيره. الفريق سيكون مطالب بالهجوم منذ البداية وعدم ترك أي مساحات لبايرن ميونخ، لكن المشكلة أنه أي خطأ أمام بايرن ميونخ قد يكون قاتل بالنسبة لباريس سان جيرمان. بايرن ميونخ فريق لا يرحم، يمتلك لاعبين قادرين على قلب النتيجة في أي لحظة، ويعتمد على الهجمات المرتدة السريعة والفعالية. ركزوا لي على الفعالية أمام المرمى. إذا استغلوا المرتدات يمكن أن يصدموا باريس سان جيرمان داخل ملعبه وبين جماهيره، ولكن الأهم أن المعركة الحقيقية ستكون في وسط الميدان. من يسيطر، باريس سان جيرمان بالاستحواذ أم بايرن ميونخ بالتحولات السريعة؟ مباراة تبدو مفتوحة على الطرفين والأهداف شبه مؤكدة. التوقع الأقرب تعادل مثير أو فوز بفارق هدف واحد فقط. والسؤال الآن، من تتوقع أن يفوز الليلة، باريس سان جيرمان أم بايرن ميونخ؟ اكتب رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك وتفعيل زر الجرس والاشتراك ليصلك كل جديد. سلام.